السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أجمل وأحلى متابعين في الدنيا. يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الفطيرة الترند اللي قلب السوشيال ميديا كله، الشهيرة بفطيرة المنصورة أو فطيرة أحمد أمين. بجد يا جماعة تستاهل الضجة والقلبان اللي عاملاه ده كله، من جمالها وحلاوتها وسهولة طريقتها. بدون عجن ولا تخمير هتاكلي أجمل وأحلى فطير بالسكر وحشوة المهلبية والمكسرات. بجد طعمه خطير. في 10 دقايق وانت واقفة هتعملي ما شاء الله كمية كبيرة من الفطاير المحشية، سهلة وسريعة ومكوناتها موجودة كلها في البيت وما بتاخدش وقت خالص. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف الطريقة. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تشجعوا الفيديو بلايك حلو منكم وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد مني، ونتابع مع بعض الفيديو للآخر علشان فيه شوية إضافات هتخلي الطعم بتاعها في حتة تانية خالص. واول حاجه هبدا بيها وهي المهلبيه. لازم نعمل الحشوه في الاول علشان تبرد. معايا كده كوبايتين من الحليب او اللبن، نزلت عليهم كمان ب3 معالق كبار من السكر، ونزلت كمان عليهم بمعلقتين من الكاستر. ما عندكيش كاستر تقدري تعمليها بالنشا عادي. ونزلت كمان عليها بنقطتين 3 كده من الفانيليا السايله او كيس فانيليا بودر. وطبعا المج اللي انا مستخدماه في اللبن المج اللي موجود في كل بيت عادي، المج بتاع الشاي. بقلب الخليط في الاول كده على البارد خالص لغايه ما كل المكونات تدوب تماما. بعد كده برفعها على نار هاديه ومع التقليب المستمر لغايه ما قوام الخليط يتقل ويغلي كويس جدا معايا بالشكل ده. هنا عايزين حشوة المهلبية تكون تقيلة شوية لان هنحشي بيها الفطيرة، فمش شرط ان هي تكون سايلة او خفيفة كده شوية، لا عايزينها تكون نفس القوام اللي انت شايفاه قدامك ده بالظبط. كوباية اللبن بتاخد معاكي معلقة سكر او معلقة ونص من السكر ومعلقة مليانة كده هرمية من الكاستر او النشا. فضيت بقى كده المهلبية في بولة علشان تبرد معايا شوية، ولازم اغطي الوش بتاعها بستريتش راب او بكيس نايلون علشان الوش ما ينشفش. جهزت معايا لفه من الجلاش، لفتها كده كويس جدا في فوطه مطبخ نظيفه علشان ما تنشفش. وزن لفه الجلاش حوالي كده نص كيلو. كمان معايا شويه من المكسرات، اي مكسرات موجوده معاكي، يعني انا كنت مستخدمه زبيب مع جوز هند مع سوداني مجروش. كمان معايا نص كوبايه من نص كوبايه الكوبايه الا ربع من الزبده السايحه او السمنه السايحه او سمنه على زيت اللي متوفر عندك. اول حاجه كده ببدا اخد ورقه من الجلاش وامسحها بالسمنه كده كويس جدا، الاطراف والنص وكلها تمسحيها بالسمنه كويس جدا. بعد كده اخدت تاني ورقه عليها وفردتها بالشكل ده عليها كويس، وبعد كده مسحتها بالسمنه مسحه كويسه جدا. بعد كده تالت ورقة بطبقها نصين بالشكل ده. هنا لازم نعمل كده قاعدة للفطير علشان تشيل معانا كده المهلبية والمكسرات وما تتقطعش ولا تتكسر مننا، فبنعمل تالت ورقة زي قاعدة كده للفطيرة، يعني بتكون سميكة كده شوية، فعشان كده بنطبقها نصين. بعد كده نزلت عليها برشة كويسة كده من المكسرات، وبعد كده نزلت عليها بمعلقتين 3 من المهلبية. فردتها فردة بسيطة خالص كده، وباخد طرف الورقة التالتة واتنيه عليها واقفل الفطيرة كده كويس جدا بيها. وبعد كده بمسح مسحة كويسة كده من السمنة، وبقفل بقى الاطراف، الطرف اللي من بره والطرف اللي من جوه، وامسح كده الاطراف كويس جدا بالسمنة لان مسحة السمنة دي اللي بتدينا توريقة كده في الطبقات. وبعد كده بقفل الفطيرة بتاعتي تقفيلة كويسة جدا بالشكل ده. برصها بقى كده في الصواني او في صاج كده يكون مدهون كده دهنة سمنة كويسة جدا. تعالوا نعمل مع بعض واحدة تانية. واول باول طبعا كنت بلف كده الجلاش بالفوطة علشان ما ينشفش معايا. بمسح كده ورقة من الجلاش بمسحها كده بالسمنة كويس جدا، واحط عليها تاني ورقة بالشكل دوت واسويهم كده كويس مع بعض وامسحها برضو بالسمنة كويس. وتالت ورقة بحطها في النص بالشكل ده وبتكون متنية او متطبقة بالشكل ده. بنزل كده عليها برشة من المكسرات، وعليها كده كمان معلقتين 3 من الكاستر. عايزة اقولك بجد فايتك كتير لو ما جربتهاش بالطريقة دي، جربيها وهتعجبك قوي. يعني لو جايلك ضيوف كده على غفلة بجد مش هتاخد في ايدك 10 دقايق وهتأكليهم اجمل واحلى فطير بالسكر. تعالوا نعمل مع بعض واحدة تانية كده سريعا. اخدت ورقة كده من الجلاش ومسحتها مسحة كويس جدا بالسمنة، وهحط عليها كده تاني ورقة واسوي الاوراق كده كويس جدا مع بعضيها.
يعني ما تكونش واحدة اكبر من واحدة ولا طرف معدي التانية، لا، ساويهم كده فوق بعضيهم كويس. وضروري ان انت تمسحي الاوراق كده كويس جدا بالسمنة. وهحط تالت ورقة بالشكل ده بتكون متنية، انزل كده عليها برشة من المكسرات وعليها معلقتين 3 من الكاستر. وزي ما قلتلك لو ما عندكيش كاستر تقدري تستخدمي عادي خالص النشا. واخد طرف الورقة التالتة بالشكل ده واقفل بيه كويس جدا الفطيرة، وامسحه بقى كده مسحة كويسة من السمنة، واقفل الجناب بالشكل ده. سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص. قفلت بقى كده كويس جدا الفطيرة بالشكل ده، وما تقلقيش خالص مفيش اي حشوة هتطلع منها، مقفلين كويس جدا على الفطيرة بتاعتنا. برصهم زي ما انت شايفة بالشكل دوت على صينية كده ممسوحة من السمنة كويس جدا، وبترصيهم جنب بعض عادي خالص. ما شاء الله لفة الجلاش عملت معايا 7 فطاير كبار. السمنة المتبقية بمسح كده بيها الجلاش الفطاير بتاعتي من بره كده من على الوش بتاعها كويس جدا، علشان تديني كده لون ذهبي حلو كده. وبمسح بيها كويس جدا الجناب وكلها الفطيرة يعني كلها كده. بعد ما خلصت بقى الحركة دي بسخن الفرن بتاعي الأول على درجة حرارة كده متوسطة، وبدخل الفطير على رف أوسط. بشغل الفرن عندي من تحت ومن فوق. هتاخد معاكي بالظبط حوالي من 10 ل 12 دقيقة. طبعا لو الفرن عندك بيشتغل من تحت يبقى تشغلي من تحت، وأول ما يبدأ ياخد لون معاكي هتفتحي الشواية. ما شاء الله شايفة كده جمالها في الفرن، الفطيرة منفوخة كده ومورقة مش مكتومة خالص. ما شاء الله شفتي الفطير بعد ما طلعناه من الفرن لونه عامل ازاي؟ طبعا واخد لون موحد من الجناب ومن تحت ومن فوق، ما شاء الله لون خطير. اول ما تطلعي الفطير من الفرن وهو سخن هتنزلي بقى كده عليه بتسقية اللبن. معانا كده كوباية من الحليب او اللبن، عليهم كده نزلت عليهم بمعلقتين من السكر. دوبت كويس جدا السكر مع اللبن، وهبدا اسقي بقى كده الفطير بتاعنا. يعني اسقيه يعني ما شاء الله ال7 فطاير اخدوا معايا كوبايه الحليب اللي انت شايفاها قدامك دي. حاولي ما تسقيش الفطاير كتير، ما تسقيهاش يعني لبن كتير علشان ما تستطراش قوي معاكي وتبقى طريه، يعني خليها كده في المتوسط. وبعد ما سقيتها بقى اللبن هبدأ انزل كده عليها برشة كده حلوة من السكر البودرة. تقدري تزينيها زي ما تحبي، سكر بودرة او عسل نحل او صوص شوكولاتة اللي يعجبك. شايفة ما شاء الله جمال الفطاير معانا عاملة ازاي؟ ريحتها كانت قلب البيت كله، بجد تستاهل التجربة. الفطيرة كده مورقة ومقرمشه كده شويه من بره، وفي نفس الوقت كده من جوه طريه وبتدوب دوبان في البق. شايفه ما شاء الله من جوه كده الفطيره الحشوه اللي فيها عامله ازاي؟ طعمها حلو قوي. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تشجعيني بلايك حلو منك وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد مني. وبألف هنا وشفا مقدما للي هيجرب الفطاير دي، وبجد اللي ما جربهاش فايتك كتير، جربها وهتعجبك قوي بجد، مش هتبطلي تعمليها بالطريقه دي. حاجة مسكرة سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص. أشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي.